ده اللي يحصل في جسمك لو وقفت اكل سكر. اقول لك على حاجات هتجننك وهتقول ازاي كنت سايب نفس السنين دي كلها. لما توقف اكل سكر هتحس في الاول اعراض المنع، انك مش قادر على فراق السكر، وهتحس ان الموضوع صعب، بس مع شويه صبر هتلاقي الوقت بيعدي وانك اتعودت. اكتشفوا ان تقليل تناول السكر بيقلل الاصابه بامراض القلب وبيقلل ضغط الدم. تسمع عن الكولاجين؟ انت عارف ان زياده السكر في الجسم بتموت الكولاجين ده؟ الكولاجين بروتين بيخلي بشرتك كده مليانه ومرنه كده، وبتمنع ظهور التجاعيد قبل الاوان. لما تقلل اكل سكر هتلاقي الترهلات اللي عندك قلت. كلنا عارفين كمان ان السكر فيه طاقه، بس للاسف بقى الطاقه ديت شويه وبتروح. بعد لما كنت نشيط بتحس انك كسلان تاني. بنشرب وبناكل وبعد كده نرجع لحياتنا تاني، تلاقي نفسك دخلت في دوامه، شويه نشيط وشويه كسلان، شويه عندك طاقه وشويه خملان. لما تقلل سكر هتفقد كتير قوي من وزنك، وبالذات المنطقه بتاعه البطن. كل الدهون اللي في بطنك دي باذن الله هتروح. حسب الابحاث والدراسات لو وقفت سكر لمده شهر واحد بس هتلاقي نفسك نزلت 4 كيلو. واخر حاجه بالتاكيد ان الموضوع هيقلل خطر الاصابه بمرض السكر.